برشا توانسة ما يعرفوش إنه تونس كانت من أوائل البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط اللي بدأت تخدم بالطاقة الشمسية. في عام 1984 الدولة ركبت أول محطة طاقة شمسية صغيرة في ولاية تطاوين، وكانت وقتها تجربة جديدة ومثيرة. الهدف منها هو توفير الكهرباء للمناطق الريفية اللي ما فيهاش شبكة كهرباء. كانت من أوائل المشاريع هذه مشروع بيت الطاقة الشمسية، دار صغيرة في وسط الصحراء الكلها تخدم على الطاقة المتجددة، من السخانات للماء للضوء وحتى للطبخ. ومن وقتها تونس بدأت تدخل في مشاريع أكبر، وحتى اليوم فما مئات المدارس والمستوصفات في الجنوب والوسط يخدموا على الطاقة الشمسية. والمثير أنه تونس تنجم تكون قوة في الطاقة الشمسية خاطر عنا شمس أكثر من 300 يوم في العام تقريبا، والموقع الجغرافي ممتاز. حتى الاتحاد الأوروبي كان قدم مشاريع تعاون كيف ديسيرتك باش يستغلوا الصحراء التونسية لتوليد الكهرباء وتصديرها حتى لأوروبا. المعلومة اللي برشا توانسة ما يعرفوهاش إنه في السنوات الجاية الدولة باش تبدأ بتركيب ألواح شمسية في الإدارات العمومية والمدارس وحتى في الديار بدعم وتمويل من برامج دولية. الطاقة الشمسية ماهيش كان تكنولوجيا، هي مستقبل، وتنجم تخفض الفاتورة وتقلص التلوث وتعطينا استقلال طاقي، حاجة نحتاجوها أكثر من أي وقت. في بالك